عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نسوي بيتزا بالخضار. للعجينة راح استخدم كوب ماي، ملعقة زيت وملعقة خل أبيض وخمرة ملعقة واحدة وملعقة شكر وملح. أبدي أضيف الطحين 2.5 كوب، أضيف الكوب الأول أخلطه كل زين، ما أضيفهم كلها مرة واحدة حتى ما تتكتل عندي، وأضيف الثاني وهماتين أخلطه، والنص الأخير أبدي أضيفه بالتدريج حتى لا تصير عندي العجينة قوية حيل، أخاف يعني يكون شوية أكثر من المطلوب. ورا ما أعجنها كل الزين وتصير عجينة حلوة أقسمها وأخليها ترتاح شوي. بعدين أبدي أمدها بالشيبق، أخلي الطحينة شوية حتى ما تلزق، والثخن مالتها لازم تكون شوية يعني خفيفة مو ثخينة. عندي هنا جبن موزاريلا أحشي بها الأطراف داير ما يدور بهذا الشكل، وأغلفها بالعجينة. أخلي كمية زينة حتى تصير الأطراف هشة وحلوة. بعدين على صفحة راح أخلط ملعقة معجون وملعقة كاتشب وسمسم حتى أرش على الأطراف بهذا الشكل. بعدين أبدي أدهنها للعجينة اللي هسه سويتها بالمعجون، وأخلي داير ما يدور السمسم. هنا عندي جبن وطماطة وزيتون وذرة وفلفل حسب رغبتكم، إذا ما يعجبكم شي من عنده تشيلوه عادي. ورا ما دهنتها وصفطتها بالقالب أخلي الجبن، بعدين أوزع الخضار عليها، الطماطة والزيتون والفلفل والذرة، وبعدين أدخلها للفرن. ما حاجة يعني أخليها ترتاح، يعني لأن أنا خليتها ترتاح من عجنتها. أدخلها للفرن أول مرة بس من جوا، قبل ما تستوي حيل من جوا أشغلها من فوق، لأن هي العجينة كلش رقيقة يعني مو ثخينة، تحتاج وقت هواية. صارت جاهزة للتقديم. ألف عافية على قلبكم.